يلا بينا بقى نجهز اللانش بوكس بتاع روضه. والله مش الموقف ده لسه متكرر معايا من شويه؟ مش لسه واقفه الوقفه دي وصورت نفس التصوير وقلت لكم انا هعمل لانش بوكس جنات؟ دلوقتي هنعمل لانش بوكس روضه، لان انا عندي جنات وروضه، يعني جنات بتنزل الساعه 6 وروضه بتنزل 7:30 في توقيتين مختلفين. اوكي، هنعمل بقى ايه؟ هي عايزه تعمل ايه؟ هي قالت لي عايزه اعمل بيض مسلوق زي جنات. تمام، بس كده نقسمه نصين. هو الرغيف الفينو مسخسخ لوحده. التاني بقى ناقص دي، هحطها فين؟ هحطها وخلاص. وادي التاني. تالت سندوتش بقى روضه قالت لي اعملهولي جبنه رومي. نعمل لها جبنه رومي. تمام كده، تمام. نقفل بقى ونحط الجزء التاني. هنعمل ايه بقى في الجزء التاني؟ نفس اختها كده. هنحط ايه؟ عنب، ودي التفاحية، نص التفاحية التانية اللي كانت متبقية من جنات، عشان حرام بصراحة يعني ان هما يرجعوا بأي حاجة. بعدين التفاح لما بيقعد بيسمر. وقطع لها بقى خيارة. وبس كده. وكده اللانش بوكس بتاع روضه جهز معانا. تعالوا بقى هنعمل ايه. طبعا هنحضر لها فطار. هنعمل سندوتش جبنه. سلام، احلى سندوتش جبنه، لا احلى بنوته في العالم. بصوا بقى، هي قالت لي يا ماما انا مش عايزه كوبايه لبن، انا عايزه كوبايه ينسون عشان هي صاحيه زورها بيوجعها. فقلت اعمل لها جنبها سندوتش وتفطر بيهم. ونصب وقلب قلب قلب. بس كده. وادي السندوتش بتاعها. وطبعا الازازه جاهزه من امبارح. اعملوا حسابكم انا كل يوم هعمل لكم نفس الفيديو، نفس اللانش بوكس، نفس السندوتشات، بس هنحاول نغير شويه في الاكل يعني. فخدوا على كده بقى. تعالوا نجيبوا الازازه. وكده خلاص احنا جهزنا اللانش بوكس بتاع روضه. هنا حطينا 2 خيار، واحده تفاح وواحد عنب. قولوا لي بقى رايكم تحت في الكومنتات. بس قبل ما اختم الفيديو ما تنسوش ايه؟ اللايك والشير والسبسكرايب عشان مش هكبر الا بيكم انتوا. سلام.